عمرك حسيت إن كل اللي بتشوفه دلوقتي بقى شبه بعضه؟ نفس الإفيهات، نفس الضحك، نفس الناس، بس الغريب إننا بنضحك أقل. طب هو كان زمان عامل إزاي؟ كانوا بيضحكوا إزاي من غير لايك وشير؟ اركب معايا آلة الزمن وتعالى نرجع لزمان ونشوف الناس كانت بتضحك إزاي. هنرجع لزمن الكوميديا فيه كانت بتتعمل قدام الناس، مش ورا شاشات. أول محطة وإحنا داخلين كده هتقابل راجل شكله بسيط. لا والله فتش لي أول فتش. ما بيفتح بقه الجمهور بيقع من الضحك. ده إسماعيل ياسين اللي الناس دلوقتي بتقول عليه ستاند اب كوميدي، بس زمان كانوا بيسموه مونولوجيست. تخيل بقى الراجل ده في مرة قرر يغني. أيوة يغني بجد مش بهزار. الناس وقتها هجمته، بس هو عمل إيه؟ حول الغنى نفسه لإفيه، خلى الناس تضحك. فاهم اللعبة؟ اللي الناس شافته ضعف هو استخدمه كسلاح. بس استنى، تعال أقول لك النهاية اللي محدش بيحب يتكلم عنها. إسماعيل ياسين الراجل اللي ضحك بلد كاملة مات وهو شبه منسي. عيني علينا يا أهل الفن، يا عيني علينا. الفلوس راحت والنجومية اختفت، واللي كان بيطلع يضحك الناس ما كانش عنده رفاهية الانهيار. ما كانش فيه مونتاج، مفيش إعادة، في جمهور مستنيك تضحكهم حتى لو انت مش قادر تضحك. فكرك بحاجة ولا لسه؟ تعال نلف شوية. ده عبد السلام النابلسي، انا زيزو، اسمي زيزو. واحد من أذكى الكوميديانات اللي عدوا. بس الصدمة، الراجل ده أفلس من نجم بيضحك الملايين لواحد هربان بره البلد عشان الديون. بس لما رجع يمثل كأنه ولا حاجة حصلت. يعني إيه؟ يعني الجمهور كان بيضحك وهو من جواه واقع. تخيل بقى عبد السلام النابلسي، واحد كان بيضحك الناس وفي نفس الوقت بيهرب من الديون. يعني ممكن تضحك على مشهد ليه وهو في الحقيقة حياته بتقع، بس الكاميرا مش بتصور غير اللي انت عايز تشوفه. نروح لواحد تاني مختلف تماما، نجاح الموجي، اللي ممكن يخليك تضحك وانت مش فاهم ليه. بس الحقيقة الراجل ده اتظلم كتير. كان بيتحط في أدوار كلها صغيرة، بس كل مرة بيسرق المشهد. يعني حتى لو هو مش بطل كانت الناس بتطلع فاكرة هو بس. ده زي دلوقتي لما فيديو واحد صغير يكسر الدنيا والفيديو الأصلي محدش فاكره. بس تخيل بقى نجاح الموجي اللي سرق قلوب الناس كان دايما في الظل، محدش واخد باله منه ومش واخد حقه كامل. تخيل تبقى موهوب لدرجة إنك تنجح رغم إن محدش مديك المساحة. مش شبه حد دلوقتي بيكسر الدنيا بس محدش شايفه غير لما الترند بيجي. زمان اللي كان بيضحكك كان ممكن يكون مكسور من جوه بس مفيش حد شايفه. دلوقتي اللي بيضحكك ممكن يكون مكسور برضه بس بيحط لك فلاتر. الفرق الوحيد زمان كانوا بيخبوا الألم عشان يكملوا، دلوقتي كتير بيتخبى عشان تبان كامل، وده اسمه مونتاج ما كانش موجود زمان. يعني الخلاصة لازم تاخد بالك إن اللي كان بيعمله إسماعيل ياسين هو اللي بيعمله أي ستاند اب كوميدي دلوقتي، واللي كان بيعمله عبد السلام النابلسي هو نفس الضغط اللي واقع على أي بلوجر. بس الفرق زمان ما كانش في حد شايفك وانت واقع. ونجاح الموجي هو نفس الفكرة، الواحد اللي بيكسر الدنيا فجأة بس من غير خوارزميات ولا حظ، بس شغل تقيل. يمكن الفرق الحقيقي مش في الزمن، يمكن الفرق إن الزمن كانوا بيضحكوا الناس عشان يعيشوا، ودلوقتي ناس كتير بتضحك الناس عشان تتشاف. فرق صغير بس يغير كل حاجة. يمكن إحنا مش محتاجين نضحك أكتر، يمكن محتاجين نضحك بجد. رجعنا لزماننا تاني، بس استنونا في الرحلة اللي جاية نروح لزمن يمكن ما كانش فيه تمثيل أصلا بس كان فيه أهم حاجة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر